ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه تجارب شوشتة. النهارده تجربه جديده وتجربه منتجات مصريه جديده. بما اننا في الصيف فجبت انواع جديده من الايس كريم، منتجات جديده في مصر. جبت 4 انواع. يلا نبدا باول نوع. تعالوا نبدا باول واحد. ده شركه اسمها فرايداي، ده ب5 جنيه وبطعم المانجا. يلا نجربه. بحبه اكتر من الكريمه والشوكولاته. واو، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها جامده جدا، شكلها عامل زي المانجا بالظبط، شكلها حلو قوي وريحتها مانجا. بصراحه متحمسه جدا جدا ادوقها عشان انا بحب الايس كريم التلج ده زي ما قلت لكم. فيلا ندوق. ايه ده يعني؟ شكله اصلا هياخد 10 من 10. الطعم مصدومه من الطعم، طعم خرافي، طعم ما دقتوش في اي ايس كريم قبل كده. حاسه ان دي مانجا حقيقيه يا جماعه، حتى ملمسها مش ملمس تلج، ملمس عصير مانجا ومتجمد. انتوا فاهمين؟ يعني مبسوطه جدا ان الشركه دي مصريه ومنتجات مصريه وبالجمال ده، بجد تحفه. هجيبها كل يوم، هياخد 1,000,000 من 10. يلا ندوق اللي بعده. ندوق تاني حاجه من منتجات مصريه جديده، وهي ايس كريم علبه من شركه فرايداي. برضو العلبه دي ب5 جنيه. تعالوا بقى ندوقها. دي بالشوكولاته، مكتوب دوق طعم الاجازه، ايس كريم شوكولاته بصوص الشوكولاته. هي مش جايه بمعلقه، فانا جبت معلقه بس تقريبا. اكيد يعني لو انت في السوبر ماركت وبتجيبيها هتطلبي معلقه من السوبر ماركت وهيديلك يعني. فتعالوا بقى ندوق فرايداي، منتجات جديده مصريه. بصراحه الشكل برضو برافو برافو، يعني الشكل جامد جدا. برضو الشكل هياخد 10 من 10. يا رب الطعم يبقى حلو زي الاولاني. الشوكولاته طعمها باينه جدا، طعمه حلو قوي. يعني سكره مظبوط، مش سكر لاذع كده، لا سكر مظبوط. لا حلو قوي بجد. طعم الكاكاو او الشوكولاته اللي فيه باينه قوي. برضو عجبني قوي، هديله 9.5 من 10. فده يعني منتج اقتصادي جدا بصراحه، حلو قوي. عندنا اخر نوعين من شركه فرايداي وهما الكونو. فهنا عندنا واحد بالشوكولاته وواحد بالشوكولاته برضو، بس مش عارفه ايه الفرق بقى، ده احمر وده ابيض. ده على فكره مكتوب عليه ب4 جنيه. فرايداي الابيض ده مكتوب ذا بيست، مكتوب عليه ب4 جنيه. وده بقى مش عارفه مكتوب عليه ايه، بس هو ب5 جنيه. فده مكتوب فرايداي رويال وده مكتوب فرايداي ذا بيست. فتعالوا ندوق كده الاحمر الاول اللي هو برضو بالشوكولاته. فتعالوا ندوق. التغليف حلو قوي يا جماعه. بصوا حلوه قوي فكره الغطا دي، يعني التغليف كده حلو قوي بصراحه. الشركه مهتميه بالتفاصيل. تعالوا ندوق فرايداي. بصوا يا جماعه مليان مكسرات بجد، بس انا ما بحبش المكسرات في الحلويات. ده بس تعليقي. طعمه حلو وسكره مظبوط. طعم الشوكولاته فيه شويه ضعيف، حاجه بسيطه، بس هو طعمه حلو. يعني طعم الشوكولاته فيه برضو مش وحش. بس العلبه كانت احلى بصراحه، فده هديله 8 من 10. ده فرايداي ذا بيست، والورقه كده بتاعته لونها ابيض ومكتوب كونو شوكولاته. فتعالوا نشوف. متهيألي الكونو بقى اللي هو البسكوته نفسها هتبقى هي فيها كمان تبقى شوكولاته، يعني لونها بني. تعالوا نشوف كده. بسكوت ابيض عادي، يعني ما فيهوش، مش بسكوت شوكولاته. تعالوا ندوق الايس كريم. هنا ما فيش مكسرات كتير زي التاني اللي هو الاحمر اللي مكتوب عليه ذا رويال، مليان مكسرات. ده ما فيهوش مكسرات كتير، فممكن ده يعجبني اكتر من الاول. طعمه حلو. الايس كريم برضو بتاعه خفيف كده وسكره مظبوط والمكسرات زي ما قلت لكم حاجه بسيطه جدا لا تذكر. يعني اللي ما بيحبش المكسرات زيي يبقى يجيب الابيض ده. اللي بيحب المكسرات كتير بقى في الايس كريم يجيب الاحمر. بس برضو الشوكولاته فيه طعمها مش قوي، يعني طعمه كريمي كده، والشوكولاته فيه خفيفه. فده برضو هديله 8 من 10. اكتر 2 عجبوني في الايس كريم بتاع شركه فرايداي هو المانجا والعلبه. وبس كده انا جربت معاكم النهارده منتجات مصريه جديده، كانت تجربه لذيذه. ولو جربتوها اكتبوا لي في التعليقات ان انتوا جربتوها. وبس كده انا خلصت الفيديو. يا رب يكون عجبكم وتسليتوا معايا. ما تنسوش قبل ما تطلعوا من الفيديو تشتركوا في القناه، ما تنسوش تحطوا لايك وشيروا الفيديو لاصحابكم. وباي باي.